ما جرى ايه يا عم محمد يا نني؟ ما تظبط نفسك شوية يا عم في نص الملعب بتاع المنتخب. ينفع كده اللي حصل مع موزمبيق؟ اتعادلنا 2-2 وبعدين تحلق لي شعرك ده اللي عامل زي المكنسة الليف. في ايه يا ابو صلاح؟ انت هتتنطط علينا ولا ايه يا عم؟ مش كفايه مخلينا لابسين التيشيرتات اللي عليها صورتك، كمان عايز تخليني احلق شعري؟ نسيت ايام المقاولين، ايام ما كنت بدفع لك الاجره بتاعه الميكروباص؟ لا ما نسيتش يا اخويا. وبعدين ما انت كنت بتدفع لي وتاني يوم تيجي تفضحني في النادي وتقول لهم ده انا دافع الاجرة لمحمد صلاح. فاهدى كده وما تعملش نمرة عليا يا نني. يا عم انا لا بعمل نمره ولا بتاع، وبعدين انا زيك، ما انا بلعب في الدوري الانجليزي زيك برضه، وفي فرقه تقيله اللي هي بتاعه الارسنال دي. يا عم روح اتنيل بس، انت هتخلي الارسنال زي ليفربول؟ وبعدين خلي بالك الواد مدرب الارسنال اللي هو ارتيتا ده صاحبي، هخليه يقعدك احتياطي فاحترم نفسك. يا لهو عليك يا مويا صلاح، يعني الواحد ما يعرفش يهزر معاك شويه يا اخي؟ يا عم ده انت كينج اوروبا وكينج ليفربول ودوري ابطال اوروبا كمان. ايوه كده اظبط نفسك في الكلام. وبعدين في الماتشات بتاعه المنتخب ابقى باصلي كل الكور، واوعى تباصي للواد تريزيجيه، اديني بقول لك اهو.